أشطر حلاقة في مصر ودارسة اللي بتعمله واخدة دكتوراه في تنظيف البشرة وإيديها تتلف في حرير. تخيل مكان تدخل فيه متوتر وتطلع مش بس هادي، لا سلطان زمانك ومتروق عليك بفوطة سخنة. كلامنا هنا عن منى إبراهيم، أشطر واحدة بتعمل تنظيف بشرة وزباينها رجالة وستات. يا ترى إيه حكايتها وإزاي اتشهرت؟ وهل بتنافس إسراء بتاعت صالون فالنتينو؟ ومفاجأة عن دراستها، كواليس وأسرار كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. دكتورة في البشرة وبتزعل لما حد يقول عليها حلاقة، تعبت وشقيت في حياتها لحد ما وصلت للي هي فيه. أسرار هتعرفها عن منى إبراهيم، دكتورة تنظيف البشرة في أشهر صالون في مصر الجديدة، وكل الناس بتجيلها من كل حتة في مصر ومن الصعيد، ومن كل ده علشان بس يقعدوا تحت إيدها، واللي هيجربها مش هيعمل عند حد تاني من شطارتها. منى بقالها سنين في المهنة وبدأت حياتها في كوافير حريمي لحد ما اتعلمت المهنة ودرست كمان، وبتقول على نفسها إنها دكتورة في تنظيف البشرة وإنها مش بتشتغل هواية ولا علشان الخبرة، لا منى درست وأخدت شهادة في البشرة، وكمان ناس كتير بيعتبروها خبيرة تجميل ومش بتشتغل إلا وسط الرجالة. ولما انتقدوها وقالوا لها إزاي واقفة في صالون حلاقة رجالة، ردت وقالت بالنص: الشغل مش عيب، وانا واحده بقف على رجلي عشان الشغل الحلال، وشغلانتي مش عيب، انا بشتغل اللي دارساه، وانا واقفه وسط الرجاله ببقى ب100 راجل، ومحدش يقدر يزعلني او يضايقني لاني مركزه في شغلي واني احقق حلم حياتي وابقى صاحبه اشهر صالون ومركز تجميل في مصر والوطن العربي. منى شغاله في صالون اسمه جعفر في منطقه مصر الجديده، وكل زباينها رجاله وبيجوا لها مخصوص من مختلف محافظات الجمهوريه. عملت لمشاهير ومطربين، ومفيش حد بيخرج من تحت ايديها الا لما يحس انه سلطان زمانه. بتستخدم احدث الاجهزه وما بتظهرش الا وهي لابسه على الموضه وحاطه ميك اب واخر شياكه، لانها واجهه الصالون ولازم تكون لابسه ومهتمه بنفسها، والزباين بيجوا الصالون عشان خاطر اسمها بقى براند حرفيا. الكل بقى بيحجز معاها قبلها بفتره من كتر ما الزباين طوابير عليها. اول ما توصل عند صالون جعفر مش مجرد مكنه حلاقه اللي هتقابلك، لا بنت لطيفه بابتسامه حلوه هتستقبلك وتديك طاقه ايجابيه وانت لسه واقف على الباب. وكل فتره منى لازم تعمل عروض في صالون جعفر عشان تناسب كل الاذواق، وهي متخصصه في التجميل وتنظيف البشره، يعني مش بتقص شعر ولا تحلق دقن وبس، هي بتروق عليك وترجعك عريس. بتعمل حمام مغربي للبشره وتنظيف وتقشير على اعلى مستوى، وحمام كريم وفوطه سخنه ومشروب هتطلع من تحت ايديها ووشك بيلمع زي النجوم. عندها لمسه سحريه سواء بتعمل باديكير، تنظيف بشره، او حتى مساج للوش. ايديها خفيفه وتتلف في حرير، حرفيتها عاليه جدا، يعني مش بتتعامل مع ناس وخلاص، لا هي فاهمه شغلها، وكمان بتحس انك بتتعامل مع فنانين بيهتموا بكل تفصيله صغيره تفرق معاك. اما بقى عن علاقتها باسراء، اشهر حلاقه في مصر في صالون فالنتينو، الكل توقع انها بتقلدها لانها بتعمل نفس فيديوهاتها ونفس الدعايه بتاعتها، لكن في الحقيقه منى هي دكتوره في تنظيف البشره، وزباينها فعلا زي اسراء ستات ورجاله، وتخصصها اكتر في تنظيف البشره، لكن اسراء بتعرف تحلق الشعر كمان، فتخصص منى غير تخصص اسراء، وعلشان كده مفيش اي شبه ما بينهم غير في طريقه تقديم المحتوى بتاعهم. يا ترى بقى قولوا لنا ايه رايكم في منى وصالون جعفر، وتفتكروا هي بتقلد اسراء اشهر حلاقه في مصر ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.